الشاعر: تموت الأسود في الغابات جوعا، ولحم الضان تأكله الكلاب. صح، تموت الأسود في الغابات جوعا، ولحم الضان تأكله الكلاب. يا أولادي، الله يكفينا شر الزمن ذا. انظروا، شايب عمري 70، عندي 1000 ريال تقاعد، ضمان 1000 ريال رسمي، وعمري 70 سنة، وشكوني ديانة وخصموا راتبي كله 1000 هذا. ماذا سدد بفواتير الكهرباء وماذا آكل به؟ وقف خدماتي القاضي أحمد صليح جزاه الله خير، يعني ما أخذوا نسبة من 1000 هذا، أخذوا كله، ولكن بموت لا ما أموت من الجوع. وجدي وأبي عاشوا بدون رواتب. اتكلوا على الله وعلى أنفسكم يا أخواني، ويشتغل الواحد. وال1000 هذا لم أسأل عنه، وجاني حوالة من فاعل خير سدد بها كهربتي، خصموها أخذوها وجمدت خدماتي، فلكن أموت لم أموت. ولو قطعت علي الكهرباء، كهربتي مفصولة، ولكني عايش في البر، والوحش لم يموت ولم يبالي، والإنسان لا يشتكي للناس، يشتكي لله، لأنك لا تشكي لضعيف مثلك وتمد يدك إليه، وهو يسأل الله. يسأل الله أحسن. واضحك وافرح ولا تحزن على الدنيا. الشاعر ظافر والراوي الثرباني، وعايش برغد وسلام، وراسي مرفوع لن أموت ولا أمد يدي له.